السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تجربة فضائية جديدة بتحصل دلوقتي، تجربة هتغير فهمنا للزمن نفسه. تخيل معايا ان في ساعتين مهمين جدا طالعين لمحطة الفضاء الدولية، واللي بيشرف على التجربة دي هي وكالة الفضاء الأوروبية. بس الساعات دول مش أي ساعات، دي اسمها ساعة ذرية. وفي البداية كده خلينا أقول لك يعني إيه ساعة ذرية. الساعة العادية اللي بنلبسها تشتغل بالبطارية أو بالتروس، لكن الساعة الذرية بتشتغل بحاجة اسمها ذرات، وديت هي أصغر حاجة موجودة في المادة، والذرة اللي فيها هي ذرة معينة اسمها ذرة السيزيوم. بتعمل اهتزازات، يعني بتتحرك بسرعة معينة، والاهتزازات ديت هي اللي بنحسب بيها الوقت. والسبب إننا بنستخدم الذرة ديت هو إنها بتهتز دايما بنفس الشكل، ما فيهاش لعب ولا اختلاف، فبتدينا وقت دقيق جدا جدا. طيب السؤال دلوقتي والمهم، الساعتين الذريتين دول رايحين الفضاء ليه؟ هقول لك يا سيدي، علشان يختبروا نظرية العالم الشهير ألبرت أينشتاين، النظرية اللي اسمها النسبية العامة. وأينشتاين قال فيها إن الزمن مش بيمشي بنفس السرعة في كل مكان. يعني إيه؟ يعني الوقت على الأرض مش زي الوقت في الفضاء، وكل ما تكون أقرب لحاجة ثقيلة جدا زي كوكب أو نجم الوقت بيبطأ حواليك. يعني لو أنا واقف على الأرض وصاحبي في الفضاء ممكن الوقت يعدي عندي أسرع. أيوة، الفرق مش كبير قوي بس موجود. طيب ليه ده مهم؟ هقول لك يا صديقي، علشان احنا بنستخدم ساعات ذرية اصلا في حياتنا دلوقتي في حاجات زي الجي بي اس اللي في الموبايلات. الجي بي اس بيعتمد على اقمار صناعية في السماء، والساعات اللي فيها ماشية بسرعة مختلفة عن اللي عندنا في الارض. ولو ما جبناش فرق الساعة دي في الحسابات، الخريطة اللي في الموبايل هتقول لك انك في مكان وانت اصلا في مكان تاني خالص. طيب الساعتين دول هيعملوا ايه في الفضاء؟ مهمتهم يا صديقي هيقيسوا الوقت هناك بدقة عالية جدا، وهيقارنوه بالوقت اللي على الارض. لو لقوا فرق بين الوقتين هيشوفوا اذا كان الفرق ده نفس اللي في نظرية اينشتاين بتتوقعه، ولو مش في نفس التوقع هيبقى في حاجة جديدة لسه العلماء مش فاهمينها. وسؤال مهم جدا دلوقتي، ازاي هيشغلوا الساعة الذرية في الفضاء؟ هقول لك يا صديقي ان جوه الساعة ديت في انبوب ما فيهوش هواء، وبيستخدموا ليزر علشان يبردوا الذرات جدا جدا لحد ما توصل لحاجة اسمها الصفر المطلق، وده ابرد درجة حرارة ممكنة. لما الذرات هتبرد هتقف شبه ثابتة، وساعتها بنقدر نحسب اهتزازها بدقة جامدة جدا. وانت ممكن تقول لي في النهاية كده ليه بنهتم بالحاجات دي اصلا ونوجع دماغنا؟ اقول لك علشان نقدر نفهم الزمن كويس، ونقدر نعمل انظمة ملاحة دقيقة، ونفتح باب جديد في فهمنا للكون. ولو قدرنا نوصل لفهم اعمق للزمن والجاذبية، ممكن في المستقبل نقدر نعمل تكنولوجيا عمرنا ما كنا نحلم بيها. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التجربة دي، هل هتنجح فعلا ولا تجربة والسلام؟ بس كده، سلام.